انا جاي معايا بنتي وكنت نفسي اجيب ولادي، بس انا عندي المدام ليها ظروف معينه ما تقدرش تيجي. كان نفسها تيجي تشارك في اليوم ده. كنا نازلين على ميدان التحرير، بس قالوا ميدان التحرير مقفول ما حدش هيعرف يخش، فقالوا في ناس عند القصر الجمهوري، رغم ان هم معرضين زي ما سمعنا من الاشاعات للضرب من من الحرس الجمهوري، لكن مع ذلك الناس واقفه ومستنيه، وانا جاي بشارك فيهم لاول مره. انا عندي 49 سنه، لاول مره انا بحس ان انا مصري. فعلا الراجل ده قضى علينا، قضى على احلامنا وقضى على شبابنا. كلنا بنحفر في الصخر من ساعه ما اتخرجنا من الجامعات، كلنا اتغربنا. دول في البلاد وجينا هنا بنعمل نفسنا مش عارفين نعمل حاجه. انا بحس ان انا مصري. فعلا الراجل ده قضى علينا، قضى على احلامنا وقضى على شبابنا. كلنا بنحفر في الصخر من ساعه ما اتخرجنا من الجامعات، كلنا اتغربنا. دول في البلاد وجينا هنا بنعمل نفسنا مش عارفين نعمل حاجه. الخطاب ما عملش اي حاجه من اللي الناس عايزاها. الناس عايزه وكل الناس بتقول من اول يوم الشعب يريد اسقاط النظام. مفيش نظام صقر. الثوره تجب ما قبلها، يعني ان احنا كل الثورات في كل التاريخ ان هي الثوره بتيجي بتشيل كل النظام، مش يفوض عمر سليمان عشان يروح يتعالج، عشان يروح مش عارف يعمل ايه، وفي الاخر ينيم الناس والناس تروح بيوتها وبيقوم الشعب على بعضه. يعني انا ازعل لما يجي لي اخويا يقف ضدي، هو معارض وانا مؤيد. الكلام ده كله بيستعطف بيه الشعب، الناس اللي مش فاهمه هو بيستعطف بيه الشعب ليس اكثر. واخد بال حضرتك؟ ده رقم واحد. انا جاي من اسكندريه مش جاي عشان اي حاجه سياسيه، انا جاي لسبب واحد، الناس اللي ماتت دي مين يجيب لها حقها؟ انا عايز اعرف. انا عايز اعرف ابنه لما مات مصر كلها بكت، هو ما بكاش على 500 واحد ماتوا. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.